يوم 2 يناير اللي فات الزمالك راح اسوان عشان يلعب هناك ماتش في الدوري واترقع 2-1 في ماتش عالمي قدمه اسوان بالذات في الشوط الاول. وبعد الماتش فيريرا مسك ايمن رمادي وقال له يا ريت تلعب كده قصاد الاهلي. والحقيقه ايمن رمادي ما كدبش خبر ولعب زي ما فيريرا لعب قدام النادي الاهلي وشال برده 3. قبل ما نخش في تفاصيل الماتش لازم نقول بس ان مستر كولر ده اوعى تصدقه، الراجل ده خبيث. كل ما يتسال في مؤتمر صحفي على الماتش اللي بعده يقول لك يا جدعان انا بفكر في الماتش ده وماليش دعوه بالماتش اللي جاي. بس الحقيقه مستر كولر نهجه من ساعه ما جه معانا، لا الراجل ده بيعمل حسابه ماتشين و3 قدام. وبدات قدام فريق سياتل لما كنا بنلعبه، ولو كسبنا هنلعب ريال مدريد وريح الخط الامامي كله تقريبا. وفعلا نزل حسين الشحات قصاد ريال مدريد وكان متالق تالق غير عادي. النهارده بيحصل نفس الموضوع برده ومريح اهم عواميد لعب عنده محمد هاني وعلي معلول وحمدي فتحي. ورغم خطوره الماتش ده قصاد اسوان، لان اسوان برده مش فريق سهل تحت قياده ايمن رمادي، خصوصا النادي الاهلي جاي من 3 هزايم ورا بعض، ريال مدريد في فلامينجو في الهلال. فالماتش ده كان مصيري جدا للنادي الاهلي وكان مهم جدا ان انت تكسر سلسله الهزايم دي. ورغم كده الراجل عارف اهميه ماتش سان داونز يوم السبت وهو ماتش مصيري جدا للنادي الاهلي، وعارف امكانيات لاعيبته ويلعب على ايه وما يلعبش على ايه. والحقيقه هو خد كل اللي عايزه من الماتش النهارده. الحقيقه برضو ان ايمن رمادي عارف ظروف الاهلي الحاليه وعارف ان الماتش ده مصيري للنادي الاهلي، فما فتحش الخطوط بتاعته زي ما كان عامل قصاد الزمالك وبيلعب قصاده من ند بالند. كل ماتش وليه السيناريو بتاعه. ولحد اول نص ساعه النادي الاهلي ماسك كوره بس مش قادر يوصل لمرمى فريق اسوان، وكلنا كنا عارفين ان الماتش ده هيتفك بجون. والحقيقه ان كان هيعملها كهربا في اول 10 دقائق لولا ان قفشه كان اوفسايد، وفي الدقيقه 33 يعملها كهربا بهيد جميل جدا من اسيست من نجم اللقاء الاول حسين الشحات. بقالنا كتير جدا ما شفناش اهداف بالهيد للنادي الاهلي، محطوطه حلوه ومركونه جميله، وكهربا لعيب ذكي جدا هنقف عنده شويه. كان واضح جدا من مستر كولر ان في تعليمات للنادي الاهلي ان هم يشوطوا من بره ال 18. شفنا قفشه بيشوط، شفنا ديانج، شفنا مروان عطيه، لعيبه كتيره جدا سددت النهارده عكس ماتش الهلال اللي فات ما كانش فيه تقريبا اي تسديده. كويس جدا ان اللعيبه التزمت بالتعليمات دي طول الماتش تقريبا. المهم بقى ان في كام لعيب كده لازم نقف عندهم شويه. اول واحد مروان عطيه، صفقه محترمه بكل معنى الكلمه. ومروان عطيه انا متابعه من ايام ما كان في الاتحاد، لعيب سوبر فعلا، عارف هو هيعمل ايه قبل ما الكوره تجيله، لعيب نشيط كده مش كسلي وموجود في كل حته في الملعب. النهارده كان ظاهر على ديانج بفرق كبير جدا، الباص بيطلع من رجله مظبوط، الكوره الطوليه مفيش احسن من كده، تسديد هايل، البلوكينج وقطع الكرات ممتاز. يعني بصراحه الصفقه دي لوز. كمان اللعيب ده عنده 24 سنه، يعني لو اهتم بنفسه وبعقليته ممكن يديك كمان على الاقل 8 سنين. ربنا يبعد عنه شر الاصابات وان شاء الله يكون رمانه ميزان النادي الاهلي ومنتخب مصر قريب جدا. اللعيب التاني اللي لازم نقف عنده كهربا من ساعه ما رجع من الايقاف ال6 شهور وهو بيثبت يوم عن يوم ان هو صفقه محترمه جدا. ما شالش التراب من عليه غير كولر، ما هو كان قاعد عندنا بقاله 3 سنين مش لاقيين له صرفه. مستر كولر من اهم مميزاته احياء لعيبه كنا فاكرين ان هي انتهت. كهربا مش بس حلو في التسجيل، بص على تحركات كهربا عامله ازاي، بص لما بيسقط لنص الملعب عشان يفضي المساحات وراه، بص على انه مش لعيب اناني وبيحاول يصنع لزمايله لما تكون فرصهم احسن قدام الجول، موجود دايما في المكان الصح. يعيبه بس لحد دلوقتي واللي الوم عليه فيه ان البدني بتاعه واقع جدا. ما ينفعش لعيب عنده 28 سنه ما يقدرش يديك غير ساعه بس. هتقولي ده راجع من ايقاف 6 شهور، حتى قبل الايقاف كهربا ما بيقدرش يديك 90 دقيقه، فمحتاج يشتغل على النقطه دي كويس جدا لان هي هتفرق معاه بشكل كبير وهتخليه لعيب اساسي على اي حد في المهاجمين بتوع النادي الاهلي. خد بالك ان كهربا النهارده جايب جونين، والجونين يبانوا سهلين جدا نتيجه تموقعه وتمركزه في المكان ده. الجون اللي اتحسب اوفسايد مفضي نفسه خالص وحطها بكل سهوله، وحتى الهيد حاططها بكل سهوله، فالاجوان تبان سهله بس هو موجود في المكان ده لان هو كهربا. حتى جونه في الزمالك يبان سهل بس برضو تواجده في المكان ده هو 90% من الهدف، وده اللي بنتكلم عليه ان المهاجم لازم يكون ذكي. اللعيب الثالث اللي لازم نقف عنده هو لعيب برضو مستر كولر رجعه تاني من تحت الانقاض، حسين الشحات. حسين الشحات من ساعه ما جه النادي الاهلي وعليه ضغط كبير جدا بسبب ثمن الصفقه، وتقريبا كل الفتره اللي قعدها معانا ما خدناش منه حسين الشحات اللي كان موجود في العين او حتى في مصر المقاصه. بس النسخه بتاعت حسين الشحات دلوقتي مع كولر نسخه مرعبه، احسن وينج موجود حاليا في الدوري المصري. اهم ما يميز حسين الشحات ان هو لعيب نظيف من جوه، انا بتكلم بجد. شخصيه حسين الشحات لعيب نضيف جدا من جوه، لعيب ما بيفكرش غير في الفريق، وفاهم كويس جدا ان الاسيست يكاد يكون اهم من الهدف. النهارده الراجل عامل 3 اسيست في الماتش، في حين ان لعيبه تانية ما بتبصيش الكره لزمايلها عشان ما تتنجمش عليها. ممكن تلاقي لعيبه من نفسنا في الفريق عادي جدا، وعشان حسين الشحات قلبه ابيض من جوه وراجل محترم فربنا كرمه ورجعه تاني للصوره، وان شاء الله يفضل في التألق ده، لان حسين الشحات هو اكتر لعيب في النادي الاهلي دلوقتي محافظ على مستواه بقاله فتره طويله. ومستر كولر حاطط كل الشغل الهجومي تقريبا مبني على حسين الشحات،
بعد ما كان بره الصوره تماما. اللعيب برضو اللي لازم نتكلم عليه احمد عبد القادر. احمد عبد القادر لعيب مهاري ما نقدرش نقول حاجه، لكن احمد عبد القادر عنده مشكله عكس اللي موجوده في الشحات. احمد عبد القادر دايما بيفكر في نفسه. الكوره النهارده كهربا اتضايق وشوح فيها، لان هو لو اداله الكوره كهربا بقى هو والجون، بس ليه كهربا يتنجم وهو بيلعب دقايق معدوده ويخطف جونين في الماتش؟ انا ممكن ارقص واعدي واشوف انا هعمل ايه. ده غير طبعا تعطيل الكوره تحت رجله. حتى الجون اللي جابه النهارده حسين الشحات عاملها له، كان يلطش من مره واحده لا اتاخر فيها وكانت ممكن تضيع. كمان يعيب احمد عبد القادر ان هو ما عندوش مستوى ثابت، ممكن تلاقي ماتش فوق قوي وماتش تحت قوي، ودي الحقيقه مشكله لان انت ما تضمنش هو حالته ايه في الماتش ده. اللعيب اللي بعد كده حابب اتكلم عليه محمد اشرف. ومحمد اشرف اول ما طلع كان مبشر جدا، لعيب كورته العرضيه مظبوطه بالمسطره، بيزيد حلو جدا وبيفكرنا بالله يرحمه محمد عبد الوهاب في السويرف بتاعه كده وهو بيرفع الاوفر. بس الحقيقه محمد اشرف لما ظهر مع سواريش كان شكله احسن بكتير من الوقت الحالي، رغم ان انت ما عندكش بديل لعلي معلول، ومحمد اشرف المفروض هو اللي هيبقى في الصوره على طول، وظهر في بطوله افريقيا في ماتش الهلال اللي فات ده. الا اني حاسس ان محمد اشرف محتاج يركز اكتر ويشتغل على نفسه بصوره احسن من كده. حتى ضربه الجزاء اللي لبسها لنا ضربه جزاء ساذجه جدا، بس دي قله خبره مش مشكله، لكن الزيادات والاوفرلابات بتاعته قلت كتير جدا، حتى دقه العرضيات بتاعته ما بقتش زي الاول. اتمنى محمد اشرف يرجع تاني لمستواه لان هو لعيب كويس جدا ومبشر جدا. محمد الشناوي الماتش اللي فات انتقدناه وخد اسوأ لعيب في المباراه، الا ان الماتش ده بيرد رد سريع جدا ويرجع النادي الاهلي للماتش، لان النتيجه كانت 2-0 واتحسب علينا ضربه جزاء. لو كانت جت كان الماتش رجع لاسوان تاني في الملعب، فكون ان انت تصد ضربه الجزاء دي حاجه محترمه جدا. ومحمد الشناوي شايل 3 ضربات جزاء في اخر اسبوعين، شايل قصاد ريال مدريد، شايل قصاد الهلال، وشايل قصاد اسوان النهارده، فدي حاجه محترمه جدا من محمد الشناوي. المهم يعني ان الشوط الاول زي ما قلنا اول نص ساعه اللعب محصور في نص ملعب اسوان بس مش قادرين نوصل، واخر ربع ساعه فيها اللعب كله 3 اهداف من صناعه حسين الشحات، احرزهم احمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشه، وضربه جزاء على النادي الاهلي تضيع عشان يصدها الشناوي ويطلع الشوط الاول 3-0. يلا بينا نروح على الشوط الثاني. طبعا لما تبقى طالع شوط اول 3-0 فده بيديك اريحيه كبيره جدا في الشوط الثاني. كولر بقى بيصير اموره كده في الشوط الثاني، يعني 45 دقيقه يعدوا كده من غير اصابات وخدنا ال3 نقط والحمد لله. ورغم كده النادي الاهلي كان هيضيف جون رابع برده من تواجد كهربا في ضربه ركنيه ياخدها فيرست تايم موجود لوحده ومفضي نفسه، حاجه محترمه جدا الحقيقه. ولكن زي ما اتكلمنا على البدني بتاع كهربا فما يكملش بالظبط هم 60 دقيقه ويطلع كده خوفا من الاصابه على كهربا، وينزل مكانه شادي حسين. شادي حسين كان معاه نص ساعه كامله، ورغم ان هو ليه كوره حلوه جدا شاطها جت في القائم في اخر الماتش، الا انك تشوف الفرق بين تحركات كهربا وبين تحركات شادي حسين هتعرف المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. ده في كوره كده كانت ناحيه اليمين مع خالد عبد الفتاح، الواد ملموم عليه 3-4 وشادي حسين مش عايز يظهر له عشان يسند عليه، ورغم المجهود اللي عمله فيها خالد عبد الفتاح الا ان في الاخر الكره اتقطعت. طبعا الكتره تغلب الشجاعه. فرق التحركات ده مشكله كبيره جدا بيعاني منها شادي حسين. المهم ان كولر خد اللي هو عايزه، لان اسوان الشوط الثاني كان المفروض نازل على الاقل يحسن النتيجه، فشيء طبيعي ان هو يتخلى عن حذره الدفاعي ويبدا يهاجم، ورغم كده ما حصلش اي خطوره على محمد الشناوي، فكولر حافظ على الشباك النظيفه وطلع بالماتش 3-0، وهو ده اللي كان عايزه، 3 نقط ب3 تجوان، مفيش اصابات الحمد لله. نركز في ماتش سان داونز، يخلص الماتش 3-0 ويلا بينا نروح على الملاحظات. اول حاجه طبعا لازم نشكر اهل اسوان وبالذات الاهلاويه منهم على حسن الاستقبال والضيافه، وحاجه محترمه جدا، وهي دي الرياضه يا جدعان، نكسب نخسر مش مشكله، المهم التعامل الحلو بين الجماهير وبين الناس وبعضيها. كمان بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على اللفته الطيبه بزياره مستشفى مجدي يعقوب في اسوان، وهو ده عاده النادي الاهلي، تاريخ مبادئ تطوير. النقطه الثانيه ان ماتش اسوان ده كان ماتش مفصلي فعلا، انت سبت الدوري تقريبا شهر، كنت سايبه في المركز الاول، رجعت برضو لقيته في المركز الاول، عززت الصداره ب40 نقطه بعد الفوز على اسوان، كسرت سلسله النتائج السلبيه او الهزايم اللي حصلت كام ماتش ورا بعض. ان شاء الله ده يكون سبب في استعاده الروح المعنويه للعيبه ثانيه قصاد ماتش سان داونز، لان ماتش سان داونز ده لازم نكسب، ماتش مصيري بكل ما تحمله الكلمه من معنى. النقطه الثالثه وهي خاصه بالروتيشن او التدوير اللي بيعمله مستر كولر، كويس جدا انه بيعمل كولر التدوير ده عشان الاصابات وعشان الماتشات المتلاحمه اللي احنا عمالين نلعبها كل يومين ماتش دي، خصوصا ان انت داخل على ماتشات مصيريه، فان شاء الله التدوير ده يجيب نتائجه واللعيبه تكون فايقه باذن الله. واتمنى برده محمد الشناوي في ماتشات الدوري يريح شويه، يعني كل اللعيبه بتعمل روتيشن الا محمد الشناوي. النقطه الرابعه، واحنا اتكلمنا عن لعيبه كتير بس في لعيبه لازم تفوق شويه من الغيبوبه اللي هي فيها دي،
بيرسي تاو مثلا ما ينفعش يمشي على سطر ويسيب سطر بالطريقه اللي هو بيعملها دي، لازم يفوق معانا كده ويرجع تاني بيرسي تاو اللي كان بينزل يقلب الماتش حرفيا. كمان طاهر محمد طاهر راجع من اصابه بقاله كتير، تقريبا بقاله اكتر من شهر فايق وبيتمرن وبينزل بيشارك في الماتشات على فترات متباعده. بس الحقيقه طاهر محمد طاهر قبل الاصابه كان اهم لعيب في النادي الاهلي قبل ما حسين الشحات يظهر، فلازم طاهر برده يحاول يستعيد مستواه تاني في وقت اسرع من كده، لان احنا محتاجين كل لعيب في النادي الاهلي. نجوم اللقاء بالنسبه لي حسين الشحات، ابو قلب ابيض، مروان عطيه، مكوك نص الملعب، محمد الشناوي النهارده بضربه الجزاء الحاسمه اللي صدها، ومحمود عبد المنعم كهربا اللي كل ماتش عن التاني بيثبت ان الراجل ده حلال فيه الدفع فلوس الغرامه، بس والنبي اشتغل على البدني شويه. الاسوأ النهارده بالنسبه لي احمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه، رغم ان الاثنين جابوا جونين بس الحقيقه هما كانوا من اسوأ اللعيبه في الماتش. عموما الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ال3 نقط والعوده تاني للصداره منفردا بقى ب 40 نقطه. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.